إذا شفتي مصعب عم ببوس عم بقبل امرأة أخرى شفته عادي ما المشكلة. ما هو مكتوب بعقد القران، ما هو مكتوب على أن لا يتعرف الرجل على امرأة أخرى أو على أن لا يظهر الرجل على امرأة أخرى. ما هو مكتوب بهذا العقد. معناتها أنت كامرأة أنت إلك حقوقك وإلك واجباتك، وما عدا ذلك ما بتتدخلي بالرجل. كلامه من شوي أنا وياه عم بخونك، يعني عم يظهر مع نساء أخريات، وأنت هل صحيح إنك بتشوفي صورهم؟ ايه اكيد. شو تعريفك للخيانة؟ طبعا لما بده يكذب بيكون عم بيخون، طالما هو صريح ما تعتبر خيانة. يعني حتى الولد الصغير ايش بيكذب؟ بيخاف يعرف حاله ولا غلطان. يوم أول مرة ما تعرف شيء غلط. لما مرأة تسمع تعبيرات وتصريحات تعتبر مهينة لإلها، هي بس عم تسمع يعني شيء المجتمع قال لها إياه بكل طريقة ممكن، يعني ما رح تحس بإهانة مختلفة عن الإهانة اللي بتتعرض لها كل يوم، لدرجة إنه صارت بعض النساء تحتفي فيها وتعتبرها إنه هي الشيء الطبيعي والصحيح. كان عم بيقول من شوي مصعب انه المرأة هي ناقصة عقل ودين، انت برأيك؟ مزبوط. مو تقليل من الشأن. انا مو قصة اذا انا كنت ناقصة عقل معناتها انا عفوا مختلة عقليا، ناقصة عقل يعني تحكي مع عاطفتها، مو انه هي ما عندها عقل. لما رجل يقول لمرأة انه هي ناقصة عقل ودين، وبنفس السياق يقول انه هو كرجل عنده رغبات وغرائز ما بيقدر يتحكم فيها، بيكون عم بناقض نفسه. شو في نقص عقل اكثر من انه الواحد ما يكون عم يقدر يتحكم بما يسميه غرائز؟